صباح الانوار، صباح الخيرات، عواشة مبروكه، رمضان مبارك سعيد ان شاء الله. كنتمنى تكون دخل عليكم الصحه والسلامه، وان شاء الله دائما تكون نلقاكم لا فاقدين ولا مفقودين بالاجر والثواب، وتكونوا من الفائزين ان شاء الله، ونكونوا جميع يا رب. اذا 30 يوم عظمه، 30 يوم اجر، 30 يوم كرم، وكذلك تآزر ومساعده. كنتمنى ان شاء الله دائما نلقاو نفوسنا دائما في هذا الركن الجميل من شهر رمضان، مواضيع مختلفه دائما من خلال برنامجكم الشاده الاسره. واكيد مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم في مختلف فقراتنا ما تغيرات، ولكن دعمناها من خلال مجموعه من المواضيع. غتكون البدايه دائما من خلال فقره تغذيتنا اهم لليوم، غنتكلموا على واحد جوج ديال الفيتامينات اللي هي مهمه واللي خاصنا نشوفوها وخاصنا نعرفوا فين كتواجد. هادشي كامل غتشرحوا لنا الدكتوره مريم عنيبه اللي هي اخصائيه في امراض الدم وسرطان الاطفال. ومن بعد غنمشيو للسرطانات، ومن بعد غنمشيو الموضوع تيخصنا جميع اللي هو صحه القلب. صحه القلب والشرايين اليوم رفقه الدكتور انس سعيدي اللي هو اخصائي في هذا المجال هذا. نتكلموا على صحه القلب ديالنا مع رمضان، بما ان حتى هو كيكون عليه مجموعه ديال الدرك، الناس ربما شقى تعب، الناس اللي كتعمل رياضه او اللي كتبغي. واكيد ما تنساوش المسابقه ديالنا اللي من خلالها كتشاركوا كتفوزوا كل نهار من خلال التواصل معنا على الرقم ديالنا اللي هو 0702024040. واكيد مرحبا بتواصلكم في مختلف الفقرات، شهوات مجربه والجديده، شهوات رمضانيه زويونه، ومن داك الشيء رفيع غتكون معنا عبر الهاتف ليلى اسكن من مدينه مراكش باش نشوفوا الشهوات والحداقه ديالها وتاويلها ايضا. ومرحبا بتاويلكم كذلك. اذا كيف قلت غنمشيو الان لفقرتنا الاولى. إذا فقرتنا الأولى كيف قلت تغذيتنا أهم رفقة الدكتورة مريم عنيبة. أول شيء صباح الخير. صباح النور. لاباس عليك؟ لاباس عليكم، مبروك عليكم هذا الشهر، الله يديم الصحة والسلامة إن شاء الله باش ما تمنيتوا يا رب يا رب. إذا رمضان ربما تنقولوا فرصة باش أننا نغيروا بزاف ديال الحاجات، وفرصة في مجالكم أيضا أنكم كتقربوا بالمرضى ديالكم. نقدروا نقولوا إنسانيا هذا المعهود فيكم عادة باش كتحاولوا أنكم تواصلوا معه في هذا الشهر بالتحديد، لان كاينين الناس اللي كيكون ما خاصهاش تصوم وكتبغي تكابر تصوم، وكاينين الناس عاود اللي مثلا ما كتكونش عارفه بزاف ديال المعلومات. اليوم غنتكلموا على واحد جوج ديال الفيتامينات اللي هما مهمين، اولا واحد جوج ديال العائلات الى صح التعبير ديالي، اللي هما مهمين في الشهر ديال رمضان. باش نبداو من فيتامين. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد دو فيتامين اللي هي لا فيتامين بي 12 بي 12 ولا فيتامين بي 9 بي 9. هما هاد الفيتامينات بجوج هما مهمين في التكوين ديال الخلايا الدمويه. دونك داكشي علاش حنايا بغينا نهضروا عليهم اليوم. نهضروا على الفيتامين كيفاش يمكن لينا فين كيكون صح، يعني التغذيه ديالنا كيفاش خاصها تكون، وشنو هما الا كان على بال فوالا ويتناول هذه الاغذيه هذه بكثره. نعم. اذا ملي تنتكلموا على الفيتامين بي او العائله ديال هذا الفيتامين، لان كاين تبارك الله من الاتا لدوز دونك ملي غنتكلموا عليها الناس غتبغي تعرف فين كتواجد، ولكن غنبداو بالاهميه ديالها في الذات. اشنو فاش كتسهم على اي مستويات من الجهاز ديال الذات ديالنا؟ تفضلي. الوغ العائله ديال الفيتامين بي، الفيتامين بي هي عائله كبيره، والدور ديالها الاساسي في الذات هو التكوين ديال الخلايا العصبيه. نعم، اون جينيرال هذا هو الدور الاساسي ديال الفيتامينات من نوع باء. ولكن كاين واحد جوج فيتامينات اللي هما مهمين عندنا حنايا في التخصص ديالنا امراض الدم. هو الفيتامين بي 12 والفيتامين بي 9 رقم 9. طلعت نجمة ولا الأغذية اللي هي من أصل حيواني. نعم، يعني اللحوم، سواء لحوم حمراء أو دواجن أو حوت أو البيض أو الألبان، يعني اون جينيرال الأغذية اللي كتكون عندها الأصل ديالها حيواني. نعم. أما بالنسبة للفيتامين بي 9، الفيتامين بي 9 كيتواجد حتى هو في الأغذية اللي هي من أصل حيواني، وسورتو كيكون في الكبد. في الكبد كيكون. وزايده على الاصل الحيواني كاينين الخضر اللي هما الورق ديالهم خضره، يعني كاع داكشي اللي خضر، سورتو دابا حنايا دابا مع الربيع وكلشي موجود خضر، يعني بحال البقوله، السبانخ، السلق، الخرشف، القوق، دونك هادو كلهم الخص. دونك كلشي اللي الخرشف باقي وقيته ديالو دابا، يعني قرب يمشي
فالناس تستغلوا كيجي زوين الطاجين في رمضان صراحه. دونك هاد الامور هاد الخضر كتكون غنيه بالفيتامين بي 9. نعم. وما نساوش حتى الفواكه الجافه. فالفواكه الجافه اللي عندها القشره لاكوك يعني بحال اللوز والقرقاع، دونك هادو كيكونوا حتى هما غنيين بلا فيتامين بي 9 اولا كنسميوها حتى الحمض الفولي، الحمض لاسيد فوليك. دونك غروسو مودو هادو هما الاغذيه اللي خاص الناس زعما يعتمدوا عليها. سورتو ماشي بالضروره يكون عندهم نقص في هاد الفيتامينات. مزيان. يعني حنايا كناخذوا هاد الاغذيه باش كنتجنبوا النقص. نعم. لانه الذات ديالنا ما كتنتجهمش، يعني ما غنتسناوش الذات ديالنا اللي غتجيبهم لينا. دونك ضروري خاصنا ناكلوا هاد النوع د الاغذيه باش كنتجنبوا النقص ديال هاد المواد. نعم. حنا ملي كنتكلموا على عائله الفيتامين بي، قلتي ان الذات ديالنا ما كتنتجوش بحال تقريبا الفيتامين دي. ولكن هنا الناس غتبغي تعرف الا كان عندنا نقص اولا الناس مثلا ما كتاخذش الخضر الورقيه اللي اللون ديالها خضر، اولا ما كتاخذش المكسرات، اولا في نظامها الغذائي ما معتمداش على هذه الامور كامله. الا كان نقص ديال فيتامين بي اولا اي واحد فيهم اشنو كيوقع على مستوى الذات؟ الوغ ما نساوش كيف قلتي جميله الناس اللي ما كيعتمدوش في التغذيه ديالهم والناس اللي هما نباتيين. نعم. دونك الناس اللي نباتيين اللي ما كياكلوش اللحوم، دونك خاصهم ضروري يكونوا كيتناولوا النباتات الورقيه. نعم. باش تعوض لهم هذا الشيء. باغ كونطخ لا فيتامين بي 12 راه كاينه غير في المواد اللي هي من اصل حيواني. نعم. يعني ما كتكونش في الاغذيه اللي هي نباتيه. نعم. الوغ هذا الفيتامين بي 9 او الفيتامين بي 12 هادو هما واحد الفيتامينات اللي كتساهم في التكوين ديال مجموعه ديال الخلايا اللي هي في الذات ديالنا. الخلايا الاوليه هي الخلايا الدمويه، الخلايا ديال الدم، كريات بيضاء، كريات حمراء، صفائح. دونك كنهضروا على الخلايا الدمويه. ثاني نوع الخلايا هي الخلايا العصبيه، لي سيلول نيرفوز. دونك حتى هما كتاثر فيهم ومهمه هاد الفيتامينات للتكوين ديال هاد الخلايا. نعم. وثالث نوع الخلايا هي الخلايا ديال الجهاز الهضمي. ممتاز. الوغ كيف قلنا بلوتو سي لا فيتامين بي. دونك كيف قلنا دابا جوج الانواع الفيتامين بي اللي هي مهمه في التركيب ديال الخلايا الدمويه هي البي 12 والبي 9، بي 12 وبي 9. دونك لا فيتامين بي 12 كتكون غير في المواد اللي هي من اصل حيواني. يعني اللحوم، الالبان، البيض، اللحوم البيضاء او الحمراء او حتى الاسماك. دونك هادو كلهم كتكون فيهم لا فيتامين بي 12. لا فيتامين بي 9 حتى هي كتكون في المواد اللي هي من اصل حيواني، ولكن اكثر كتكون في الكبد. نعم. دونك كنلقاوها في الكبد، زائد انه كنلقاو لا فيتامين بي 9 في الخضر الورقيه اللي عندها الورق ديالها اخضر، يعني الخضر الورقيه الخضراء، وزائد الفواكه الجافه اللي عندها القشره ديالها بحال اللوز او القرقاع. نعم. دونك هادو هما اللي كيكون فيهم اكثر هاد النوع ديال الفيتامينات. نعم. اذا هنا كيف قلنا قبيله حتى الناس ربما اللي تيكونوا في الاكل ديالهم نباتيين يردوا البال هذه المساله، يحاولوا انهم فعلا ياخذوا تعويضهم من هذه المواد ديالك، لانه بحال دابا اللي غنهضروا عليها اكثر هي لا فيتامين بي 12 لانها هي كاينه غير في المواد الحيوانيه بوحدها. نعم. دونك نقص في لا فيتامين بي 12 ما كيبانش في الحين. نعم. نقص في الفيتامين بي 12 الاعراض ديالو تيعطيه لنا من بعد واحد 3 سنين حتى ل5 سنين ديال النقص. نعم. يعني هو نوع من الامراض المزمنه. نعم. دونك يعني صامت يعني صامت حتى لواحد النهار، وحتى ملي كتكون صامته حتى ملي كيبداو يبانوا شي اعراض اللي هي خفيفه الانسان كيبقى يقول راه هادشي راه عادي، عيا عادي، الم عادي، تنمال عادي، لان غنهضروا على شنو هما الاعراض ديال هذا النقص. دونك وما كيقدرش ما كيفكرش انه راه هذا راه نقص ديال الفيتامين اللي هو داير لينا بحال هكذا. جميل. بما انك تكلمتي على الاعراض ما نزلوش كلمتي كنتكلموا عليهم دابا. دونك شنو هما الاعراض ديال نقص هذا الفيتامين؟ الوغ لا فيتامين بي 12 لانه مسؤول على التركيب ديال او التكوين الكريات الحمراء، الخلايا الدمويه اون جينيرال وحتى الخلايا العصبيه. نعم. دونك كيكون عندنا الاعراض اللي هي متعلقه بالدم،
واعراض متعلقه بالاعصاب. ممتاز. دونك بالدم اول حاجه كتكون هي فقر الدم. نعم. دونك هو الاول هو فقر الدم اللي كيكون اللي يقدر يكون خفيف حتى يولي حاد، لانه كيف قلت لكم بانه نقص الفيتامين بي 12 ما كيبان لنا الاعراض ديالو من مورا 3 حتى ل 5 سنين. نعم. يعني كيقدر يبدا بشويه بشويه، كيقدر الواحد اللي لا ما كانش كيدير تحاليل بصفه زعما مستمره ولا منتظمه ولا هذا، يعني الواحد ما كيمشيش عند طبيب، ما كيديرش تحاليل، ويقدر يكون عنده هذا النقص ما كيبانش ليه هذا الامر هذا. دونك كيبقى فقر الدم بشويه بشويه حتى كيولي كيمشي لفقر الدم اللي هو حاد. نعم. دونك هنا بجميع اعراض فقر الدم الحاد، العياس، السخفه، الدوخه، دونك هاد الامور كلها، دقات القلب متسارعين، الواحد ما كيبقاش يقدر يدير لي زاكتيفيتي ديالو اليوميه اللي نورمالمون كيدير. دونك هادو الامور كلها كتكون بيان سور من غير الكريات الحمراء، كتقدر حتى الصفائح حتى هما تكون ناقصه، وحتى الكريات البيضاء تكون ناقصه. الوغ الكريات البيضاء الا كانت ناقصه معناتها بانه الشخص كيولي معرض لتعفنات مستمره، ما كتبقاش، حيت الكريات البيضاء هي المناعه ديال الذات، هي حنا كنقولوا ليها العسكر ديال الذات، يعني هو اللي كتحمينا. دونك ما كيولي الانسان معرض لتعفنات وما كيعرفش السبب، يعني هو عنده تعفن كيداويه وانسي دو سويت وكيتعاود، ولكن راه المشكل خاصو داكشي علاش كنطلبوا التحاليل ديما، لانه كيقدر يكون المشكل نقص في الكريات البيضاء، والسبب ديالو نقص في التكوين ديالها، لانه الفيتامين بي 12 ما كايناش. نعم. لي بلاكيت او الصفائح حتى هما كيقدروا يكونوا ناقصين، والاعراض ديال الصفائح ناقصين هو نزيف. مره كيجيه نزيف، يا اما في اللثه، يا اما الرعاف، يا اما في الخروج ديالو. المهم كيكون دو طون زون، اولا كيكونوا دي طاش زرقين اللي كينوضوا بوحدهم، اولا نقاط حمرين اللي كينوضوا اللي كيكونوا في الجلد بوحدهم. دونك هادو اعراض ديال الصفائح ناقصين. نعم. هاد الاعراض هادو سبحان الله، ملي تكلمتي على الاعراض ديال الصفائح ناقصين، ربما بزاف الناس ما غتمشيش لهاد الموضوع ديال ان راه نقص الصفائح. مثلا ملي تنتكلموا اعزكم الله على دم في الخروج، الناس غتمشي على مستوى المصران، كاين شي مشكل على مستوى القولون. ملي تنتكلموا على لي طاش غنمشيو على الامراض الجلديه. هنا واش الناس فعلا ملي تشوف هاد الاعراض ديال هاد نقص الصفائح الدمويه في الذات الانسان، واش فعلا كتمشي تشخص صحيح؟ الى مشى عند الطبيب، عند الطبيب جينيراليست، يعني طب عام او لا اي تخصص، الى شافوا هاد الاعراض غادي يطلبوا منهم تحاليل ديال الدم، يعني كتكون معروفه. مزيان. دونك نكملوا دائما في نقص الفيتامين دي بي. الوغ هضرنا على نقص التركيب او التكوين ديال الخلايا الدمويه، غادي ندوزو حتى للتكوين ديال الخلايا العصبيه. دونك هنا الانسان كيولي كيبقى يحس بالتنمال. اول حاجه كيحس بها هي التنمال في اليدين والتنمال في الرجلين. هو كيسحب لي انه عنده مشكل ديال القلب او لا هذا، وكيمشي يشوف طبيب ديال القلب، والطبيب ديال القلب ما تيلقى حتى شي حاجه. مي هاد التنمال هذا ما كاينه. عاوتاني كاين اللي على اي مستوى كيكون التنمال؟ على اليدين، اطراف ديالنا، اليدين والرجلين. نعم. كاين اللي كيحس بحال دابا الرجلين كيحس بهم ثقالين عليه، كيقدر يحسهم كيبردوا. وسورتو التنمال هو اللي كيكون اكثريه في الاول، كيبدا العلامه كتبدا في الرجلين، ومن بعد كتمشي حتى اليدين. وإلا كان هذا النقص يعني نقص حاد، يعني غادي وكيتطور هذا النقص، كنوليو نشوفوا حتى مشكل على مستوى لا كونسيونس. يعني الانسان كيقدر يولي كتجيه الدوخه، كيولي كيقدر ما يبقاش يعقل مع التركيز ما كيبقاش. دونك التركيز ديالو ما كيبقاش، ولا قدر الله الا كان نقص حاد اللي كيخلي حتى الواحد انه كيولي كينعس بزاف، يعني حتى الخلايا العصبيه ما كتكونش خدامه مزيان. نعم. الوغ المكملات من الاحسن الواحد ياخذهم الا كان في احتياج. نعم. فهمتي، لان الحمد لله الماكله ديالنا غنيه بهذه الفيتامينات، وحتى الامتصاص ديالهم زعما ما سهل، ما كاينش، ما عندوش مشكل. نعم مزيان. خاص غير الطياب ديالهم، اول حاجه خاصو غير الطياب ديالهم يكون ما نطيبهمش بزاف باش ما نقتلوش هذا الفيتامين، حيت هذا الفيتامين هذا الا كان طيبنا بزاف، سورتو الخضر، يعني الخضر اللي عطيناهم العافيه بزاف، دونك هذا الفيتامين هذا كيموت، ما كيبقاش عنده نفس القيمه الغذائيه بحال كيف هو سواء غير طيب شويه او الاخضر. نعم. داكوغ. دونك المكملات الغذائيه
او لا حتى الادويه، حيت حنا لا فيتامين بي 12 او لا فيتامين بي 9 حتى لا فيتامين دي كنقدروا ما كنعطيوهمش للشخص كمكمل غذائي، ولكن كنعطيوهم كدواء الشخص اللي كيكون عنده النقص. صح. دونك بالنسبه لاي واحد اللي هو كيتناول هاد الاغذيه، يعني ما عندوش نقص، ما عندوش زعما مشكل، ما متبعش واحد النظام غذائي اللي كيمنع عليه اللحوم او نظام غذائي اللي كيمنع عليه الفواكه الجافه او الخضر الورقيه. دونك هاد لي بيرسون هادو من الاحسن انهم ما يحتاجوش ياخذوا مكمل غذائي. نعم، هذه ولات واحد الوقيته طوندونس. لانه الا خدينا المكمل الغذائي شنو هو لو ريسك انه نزيدوا في نسبه الفيتامين في الذات. برافو. يعني ما كتبقاش هذيك النسبه اللي خاصها تكون في الذات ديالنا، كون ابل اون سورشارج. نعم. دونك هذيك الا زدنا في النسبه ديال الفيتامين يعني حتى هي عندها مضاعفات على الجسم ديالنا اللي كيخصنا حتى نتسناو على الجسم ديالنا واحد الوقت، وما كاينش شي دواء اللي نقدروا نعطيوه كونتر هذوك المضاعفات. جميل. ما عندناش شي حاجه اللي نعطيوها نقص لينا هذوك المضاعفات. دونك شنو اللي كيخصنا اللي كنبقاو نديرو هما اننا كنتسناو حتى هذاك الماده اللي هي كثيره في الذات ديالنا انها تبدا تتحيد من شويه بشويه اليميناسيون. نعم، كيف قلتي لي ان علاش انا تكلمت على هذه النقطه هذه، لان كثر القيل والقال الكل ولا يتكلم اننا خاصنا ناخذ مكملات غذائيه. سي فري مع فيروس كورونا اللي مازال ودائما كنوصيو اننا دائما الحيطه والحذر، لان الانسان رد البال الصحيحه ديالو على مختلف يعني الفيروسات او اللي كاينه يعني اللي كتجي مع الوقت. ودابا حنا الربيع قريب يعني مثلا، فالناس ترد البال عاوتاني من الحساسيات، حبوب اللقاح، بزاف ديال الامور. جميل هذه النقطه هذه، ولكن الناس ولات كتمشي على اساس ان كنا كنمشيو في الزنك الفيتامين سي، هاد الامور كلها وخدينها بكثره، ولدرجه ان واحد الوقيته ما بقاش في السوق. عاد شي الناس ولات كتاخذ المكملات الغذائيه على وديه المناعه. فهنا جميل ان فعلا نشرتي لهاد النقطه ديال ان هاد الفيتامينات الا خدينا عاود اكثر من القياس فهي كتبقى في الذات ديالنا بكميات اللي هي كثيره. دونك بحال الذات ديالنا تنعطيوها اكثر من ما كتحتاجوا. مزيان. انا ملي تكلمتي على هاد النقط هذه وتكلمتي على المضاعفات وتكلمتي على شنو كيعطي نقص الفيتامين بي 12 على او لا 9 على الذات ديالنا،